السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي التلاميذ تلميذات. في هذه السلسلة سلسلة جهويات، إن شاء الله دابا الامتحان الجهوي في شهر تسعود. إن شاء الله الوقت كافي بأن كل واحد يوجد ويكون على أتم استعداد. يعني عندكم الوقت باش توجدوا وتستعدوا إن شاء الله رب العالمين. إذا في هذه السلسلة ديال تصحيح الامتحانات الجهوية غنخدموا بواحد الطريقه، وهي الطريقه التفاعليه. يعني نطرحوا الاسئله، تحاولوا تكتبوا التعليقات في لي كومونتير، تكتبوا الاجوبه باش نشوفوا المدى الحفظ والفهم ديالكم للدروس. اذا نبداو على بركه الله مع امتحان الجهوي اللي غيكون عندنا اليوم في هذه الحلقه، وهو جهه طنجه تطوان الحسيمه. اذا نبداو بهذا الامتحان ان شاء الله على بركه الله. اذا طبعا كما كتعرفوا ان اي امتحان جهوي اول حاجه اللي غتصادفكم في الامتحان وهي الوضعيه التقويميه. اذا نبداو بالاول وضعيه التقويميه اللي عندنا في هذا الامتحان. اذا نقراوها جميعا. اذا عندنا في هذه الوضعيه: عقب ندوه ثقافيه في موضوع ربط المسؤوليه بالمحاسبه بين النظريه والتطبيق، دار بينك وبين زملاء الدراسه حوار هام. استهل له صفوان مقررا ان تعيينات كبار مسؤولي وموظفي الدوله يحكمها مبدا الاستحقاق في اسناد المهام. وأضافت ميساء: فعلا إن هذا الاستحقاق محكوم بالدستور الذي يرسخ الكفاءة والأمانة في رعاية شؤون الناس من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة. واستطردت آية متحدثة عن دور الأسرة في تربية الأبناء على الوجه الذي يجعلهم حماة لهذا المبدأ ودعاة لأخلاق العفة والحياء والصبر والتسامح، اقتداء بسيرة السلف الصالح بما يحقق أمانة الاستخلاف وعمارة الأرض، انطلاقا من الإيمان واليقين الصادق واستنادا إلى العمل بالعلم النافع في الدنيا والآخرة. كل ذلك من أجل تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فكرا وتطبيقا. أنا غادي نقترح عليكم واحد الاقتراح: كل واحد ياخذ واحد الورقة معاه، ياخذ ورقة، خذ ستيلو، يلا كل واحد الأفكار اللي جاتو من خلال الدروس يكتبها دابا. يعني يكتب غير بزربة 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 بزربة. إذا يمكن اللي يكتب كل واحد: الأسرة، الكفاءة، الاستحقاق، المسؤولية. يعني هذه أفكار من خلال قراءة الوضعية. الإيمان يعني الحياء، العفة عثمان، إذا العفة الحياء، إذا عندنا عثمان درس عثمان الأسرة، عندنا تربية الأبناء. هذه أفكار أنت قبل ما تدوز للجهوي، قبل ما نشرعوا في الأسئلة، كتجيك كتسطرها، يعني كتعرفها، كتكتبها أمامك بسرعة بسرعة بسرعة، وكتحضر الدروس كاملين. إذا كيسهل علينا أن الآن أن ندخلوا في الإجابة على الأسئلة. إذا عندنا السؤال الأول: حدد القضية المركزية في الوضعية. إذا غير باش نذكر بواحد القضية، هذا امتحان ديال جهة طنجة ماشي بحال بعض الجهات كنلقاو حدد المشكلة مطروحة في الوضعية. السؤال ديال حدد القضية وحدد المشكلة كيختلف. إذا انتم عندكم حدد القضية المركزية بمعنى الفكرة العامة، يعني اللي كتمحور عليها الوضعية. الناس الآخرين في الجهات الأخرى اللي عندهم حدد المشكلة، فكيكون حوار فيه اختلاف، فيه تعدد الآراء، كيكون عندك المشكلة بطريقة أخرى، ماشي الفكرة العامة، ماشي القضية الرئيسية أو المركزية. بالعكس كتحدد الاختلاف الوارد في الوضعية أو المشكل اللي كيكون في الوضعية، وهو اختلاف أطراف معينين أو تصور خاطئ لطرف معين أو أطراف معين حول قضية معينة. إذا هنا عندنا حدد القضية المركزية مطروحة في الوضعية. إذا يلا كل واحد يكتب، يلا على بركة الله. يلا 1 2 3 4، يلا بداو تكتبوا القضية المركزية في الوضعية. يلا برافو، داكشي غير سطر. إذا عندكم عليها نقطة راه في سطر، حاولوا تكتبوا في سطر بالزربة. إذا عندنا باش نشوفوا الجواب الصحيح. إذا عندنا البعض منكم تبارك الله كنظن أنه من غير خلال القراءة الوضعية راه حاولوا يستحضروا القضية المركزية بالزربة. إذا هي تدور حول أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو نقدروا نقولوا أهمية الكفاءة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية. وأي حاجة كتدور حول هاد جوج ديال السطورة فهو جواب صحيح. إذا برافو عليكم. ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو تعريف المصطلحات. عندكم بزاف ديال المصطلحات هنا، في جهات أخرى كيكونوا غير جوج ديال المصطلحات، من غير باش تعرفوا الاختلاف ما بين الجهات. كاين اللي كيكون عندهم جوج ديال المصطلحات أو 3 مصطلحات. إذا عندنا المصطلحات اللي غتراجعوهم، المصطلحات الواردة في الإطار المرجعي، راه سبق ذكرتها في فيديو سابق. إذا عندنا عرف المفاهيم التالية: إذا المسؤولية، الكفاءة،
الاستحقاق الصبر. يلا المسؤولية، يلا شكون متطوع، يلا راهي تكتبوا في لي كومونتير، راهي تكتبوا التعاريف، راهي تكتبوا التعاريف، نشوفوا التعاريف، كتبوا، حاولوا تكتبوا انه تعرضوهم، تكتبوهم بالزربه. اذا عندنا المسؤوليه، برافو عليكم. اذا اي معنى سواء في كتاب الرحاب او المنار، عندكم جوج ديال الكتوبه، راه كاين اللي حفظ التعاريف اللي عطيت لكم الاسئله ديالكم، راه كلها تعاريف صحيحه. يعني تعريف بسيط اللي وضعت لكم هنا هو: تحمل الانسان تبعه ما كلف به، ويسوغ ان يوجه اليه اللوم ان قصر، وهو التعريف الوارد في التصحيح ديال هذا الامتحان. اذا عندنا المفهوم الثاني، او لا لا، عارفينه، راكم عارفينه، هو مجموع الصفات الداله على مماثله قدره من كلف بمهمه او مسؤوليه لمستوى المهمه التي كلف بها. اذا هذا التعريف. نمر الى تعريف الاستحقاق. تعريف الاستحقاق اغلبيه ديالكم غيسمع استحقاق يعني كيستحقق، هو الاولى، هو الاجدر بكذا. مزيان، هذا هو التعريف، يبتدئ بهذا الامر: الاولى والاحق والاجدر بالشيء والمستحق للامر من توفرت فيه شروط، اللي هي شروط الاستحقاق: الكفاءه والاستحقاق، شرط الدين، العلم، الصدق، القوه، الشجاعه. اذا المفهوم الاخير هو مفهوم الصبر. مفهوم الصبر، يلا بسرعه بسرعه بسرعه، الجهوي راه سهل، وان شاء الله العام يكون اسهل. اذا غير راجعوا مزيان المفاهيم، تكونوا مضابطينها مزيان، برافو عليكم. ان الخلق يصدر عن قدره العبد على الجلد وتحمل الشدائد والابتلاءات في ثبات ويقين وهدوء دون جزع او شكوى. اذا برافو عليكم. نمر الى السؤال الموالي 3. اشرح في السند هاد جوج ديال الكلمات. انا اؤكد مثلا الجهه ديال جهه الرباط سلا القنيطره غير مطالبين بشرح الكلمات وحتى في واحد المجموعه ديال الجهات، ولكن جهه طنجه تحط هاد، مادام انه تحط، اذا نديروا الشرح ديال هاد الكلمتين الله المستعان. يعني طلب العون من الله، ما تصفون ما تذكرون من كذب. أن توثق في سطرين سبب نزول سورة يوسف. أنا ماشي وثق سورة يوسف، وثق سبب النزول، باش تميزوا ما بين توثيق السورة وتوثيق سبب النزول. يعني ذكروا سبب النزول. سبب النزول عندنا بزاف ديال الأسباب، أهمها هي هذه، طبعا هي أمامكم: حزن النبي صلى الله عليه وسلم، التخفيف عنه، ثم سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذو راكم عارفينهم. إذا مزيان، برافو عليكم، تبارك الله عليكم. السؤال الخامس، نمر إلى السؤال الخامس. إذا عندنا استحضارا لقيمتي الصبر واليقين، استظهر من سورة يوسف قوله تعالى: عسى الله، إلى قوله تعالى: إلا القوم الكافرين. مزيان، برافو عليكم. غير هذه السؤال الخمسة باش نذكر، السؤال رقم 5 هذا يعني استظهار هذه الآيات أنه تخصم ربع نقطة عن كل خطأ. الجهة ديال الرباط سلا القنيطرة تخصم ربع نقطة عن كل خطأين، سواء الزيادة أو بالنقصان، وهذا راه بينته في واحد الفيديو سابق، منهجية التعامل مع امتحان الجهوي، اللي ما شافوش ارجع يشوف. إذا بقى لنا السؤال السادس: تأكيد مبدأ الاستخلاف بين لزملائك في عنصرين علاقة الإيمان بعمارة الأرض وإصلاحها. يلا 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 سربيو العلاقة باش نعطيكم واحد القاعدة هنا، واحد القاعدة في العلاقة دائما ندعوه كأنه ديال الرياضيات: كلما بحال إذا كان وفقط فإن، فتؤدي إلى، فكلما ازداد. فمثلا نبداو مثلا من الإيمان، الدائرة ديال الإيمان الغيب، الإيمان العلم، الإيمان الفلسفة، الإيمان وعمارة الأرض، هذا هو الأخير. إذا عندنا كلما ازداد مثلا علما إلا وازداد إيمانا وخشية. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني كلما ازداد علم كيزداد خشية. مثلا التفكر اللي هو الفلسفة، كلما ازداد التفكر والتدبر يزداد إيمانا، لأنه كيزداد أن التفكر في السماوات والأرض والترسيخ في هذا الأمر. إذا تبارك الله عليكم، كتبتوا الأجوبة، برافو عليكم، مزيان، ممتاز 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 ممتاز. إذا نمر إلى السؤال الموالي
السؤال الموالي هو استشهاد من أجل المحافظة على أمانة عمارة الأرض وإصلاحها. داخل في المحور الثاني النهي عن الإفساد في الأرض. عندنا استشهاد الآية. إذن عندنا جوج ديال الحوايج. استشهاد كيطلق لك مثلا الاستشهاد القرآني، حنا عطاو لكم بصفة عامة، وإما يحدوا لكم من سورة يوسف، بسورة يوسف. ما السؤال 8 اللي غادي نجيو نشوفوه. إذن السؤال 7 بصفة عامة تقدر تجيب استشهاد حافظو أنت أو من سورة يوسف. طبعا كاين مجموعة من الآيات، أنا نعطيكم آية من خارج سورة يوسف وآية من سورة يوسف. برافو عليكم، حسن جدا اللي استحضروا هذه الآيات، تبارك الله عليكم. إذا عندنا سؤال 8. سؤال 8 إذا عندنا ذكر الصفات والاستشهاد. الصفات والاستشهاد، جوج ديال الصفات، الصفة الأولى الصفة الثانية. طبعا لا استحضرتوا الاستشهاد غادي يستحضروا الصفات. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طبعا عندنا جوج ديال الصفات اللي تستشهدوا منها، وتقبل الصفات الأخرى. عندكم الصفات اللي تقدر تقبل عندكم في الإجابة على الامتحان. إذا عندنا جوج صفات اللي هي الأمانة والعلم، ولكن تقبل الكفاءة، الاستحقاق، العفة اللي توفرت في يوسف عليه السلام. ممتاز، حسن جدا. إذا نقطة تبارك الله عليكم، انتم كتجمعوا نقيطات. يعني بزاف منكم اللي جاوبوا أسئلة، أغلب الأسئلة بشكل صحيح. إذا نمر إلى السؤال الموالي 9 و10. أبرز أصحابك أهمية قيمتي العفة والحياء في وقاية المجتمع من الفواحش. طبعا تقدروا توظفوا هذه القاعدة أنه الزيادة في العفة والحياء تقي المجتمع من كذا إلى كذا. مزيان، أحسنتم. إذا تبينوا أهمية ديال القيمة ديال العفة والحياء، برافو عليكم. إذا تشيروا لهذه القضايا أن قيمة العفة امتناع عن الشيء أو عن الفاحشة، وأن الإنسان يعني زيادة الحياء يؤدي إلى العفة، وأن الله يحب الحياء والستر، وقيم العفة يعني تحد من أو تقي المجتمع من الفواحش. إذا عندنا اقتداء بسيرة السلف الصالح، عرف زملائك على الدرجة اللي تبوأ الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذا هنا عندنا الدائرة ديال الاقتداء، ترجعوا لها يعني في الفيديو السابق، يعني كيما شرحت لكم الدوائر. إذا دائرة الاقتداء قلنا مبنية على التأسي، على الاتباع. ملي كتسمعوا عثمان رضي الله عنه كتستحضروا خصلتين كما شرحت في الدرس السابق. إذا عندنا الحياء والعطاء، الحياء والبذل أو الإنفاق، يعني البذل والعطاء هو الإنفاق. إذا هنا جوج ديال الأمور مطلوب أنت مطالب بها، تعرفهم على المنزلة ديال حياء عثمان، ثم نماذج صورتين، جوج ديال الأمثلة من البذل من الإنفاق. إذا الحياء ديالو أكيد كل واحد فيكم كيستحضر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وأنه أشد حياء. إذا عثمان رضي الله عنه هذا الحياء مقام يعني عالي. ثم من صور البذل تجهيز جيش العسرة، شراء عين روما وجعلها للمسلمين، توسيع المسجد بشراء واحد البقعة مجاورة له. إذا هذا ممكن تراجعوا الدروس يعني السابقة بشكل بسيط، راه الدروس بشكل سهل. إذا نمر إلى السؤال، تبارك الله عليكم، نجاوب أنتم بشكل سريع. أنتم جاوبتوا على الأسئلة كاملة في وقت قياسي، راه سهل داكشي. إن الحديث 7 الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. يعني نسمع الحديث 7 الذين يظلهم مع استحضار مجموعة ديال القيام، 7 ديال القيام. إذا ديك 7 ديال القيام مذكور اللي مطالبة أنا ب3 ديال الحالات وارد في الحديث. إذا نختار منها 3 اللي بسيطة. اختاريت لكم العدل، اختاريت لكم المحبة، اختاريت لكم الكرم أو الإنفاق. إذا كاين العفة، كاين محبة المساجد، كاين المحبة بين الناس، كاين بزاف. يعني 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها العفة كما قلنا. للسؤال الموالي: ورجل دعته امرأته ذات منصب وجوه قال إني أخشى الله. إذا شو كتستفوا من هذا الحديث؟ برافو عليكم. إذا ارجعوا إلى سورة يوسف، الموقف مشابه لهذه الحالة من سورة يوسف.
تبارك الله عليكم استحضرتوا الايه، ولكن انا مطالب منكم غير الموقف، ماشي الايه ديال قول الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب الناس تخلصوا منا انه مراوده العاجل يوسف عليه السلام عن نفسه ورفضه واستعصامه. اذا ما هي القيمه الوارده في هذه الحاله؟ القيمه يلا سربيو قيمه، كلمه صغيره ملي كنقولوا قيمه، قيمه بحال الصبر، قيمه بحال اليقين، قيمه بحال التوحيد، بحال هنا اللي عندنا العفه. حسن جدا تبارك الله عليكم. كاين اللي غيجيب 19 20 ان شاء الله 18، كاين شي وحدين اللي شتم مترددين. واخا غير كتسمعني راه انا عقت بك، يعني متردد زيد راجع شويه ان شاء الله تولي احسن. حنا نمشيو في السلسله هكا تولي احسن وتولي افضل، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح. مازال لكم حتى شهر 9 ونبقاو معكم ان شاء الله حتى شهر 9 وبالتوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى